أهلا بيك في حلقة جديدة من On Road Cast. عمرك حصل لك الموقف ده؟ تكون راكب العربية وواقف في صينية أو ميدان كبير، والجي بي اس فجأة يقولك Recalculating أو جاري إعادة التوجيه، وانت واقف في النص، العربيات بتزمر وراك وقدامك 4 مخارج، مش عارف تدخل يمين ولا شمال، وخايف تاخد طريق يطلع غلط وتلبس في زحمة ساعة. الحيرة دي مش بس في السواقة، دي حياتنا كل يوم. بتقعد تاكل، تفتح ابليكيشن طلبات عشان تطلب غدا، تقعد ساعة تقلب في المطاعم وفي الآخر تطلب نفس الأكل اللي بتطلبه كل مرة. تفتح نتفليكس عشان تتفرج على فيلم، تقعد نص ساعة تتفرج على التريلرز وتقرأ الوصف، وفي الآخر تزهق وتقفل وتنام. ليه بقينا بنتعب في الاختيار كده؟ وليه دايما حاسين إننا ممكن نكون فوتنا حاجة أحسن؟ النهاردة ومن كتاب The Paradox of Choice لباري شوارتز هنعرف ليه الخيارات الكتير نقمة مش نعمة، وإزاي تاخد قرار وتكمل في طريقك من غير ما تبص في المراية. زمان كان أهالينا حياتهم أبسط، عايز تشتري بنطلون هم نوعين 3 في السوق، عايز تتفرج على التلفزيون هم قناتين، فكانوا بياخدوا القرار في ثانية ويكونوا راضيين. النهاردة أنت بتدخل السوبر ماركت عشان تشتري نوع جبنة، تلاقي قدامك 50 نوع. باري شوارتز عمل تجربة مشهورة قوي، حط في سوبر ماركت 24 نوع مربى للتذوق. الناس انبهرت ووقفت تدوق، بس اللي اشتروا كانوا 3% بس. في يوم تاني حط 6 أنواع بس، الناس اللي اشتروا زادوا ل 30%. ليه؟ لأن عقلك لما بيشوف خيارات كتير بيجيله حالة اسمها شلل التحليل Analysis Paralysis. بتبقى خايف تختار الفراولة فيطلع الموز أحسن، فالخوف من الندم بيخليك ما تختارش خالص أو تختار وانت مش مرتاح. القاعدة الأولى في طريقنا النهاردة: الكثرة بتعمل زحمة والبساطة بتسلك الطريق. عشان تحل المشكلة دي لازم تعرف انت مين في النوعين دول. النوع الأول الباحث عن الكمال The Maximizer. قبل ما يتحرك لازم يشيك على 3 برامج خرايط ويسأل صحابه ويحسب البنزين بالملي، ولو مشي في طريق ولقى حفرة صغيرة يفضل طول الطريق يجلد ذاته: يا ريتني كنت مشيت من الطريق التاني. الشخص ده دايما تعيس لأن القرار المثالي مش موجود أصلا. النوع التاني القنوع أو المنجز، ده السواق اللي بيدور على طريق يوصله وخلاص، مش لازم يكون فاضي 100% ومش لازم يكون أقصر طريق، المهم إنه بيتحرك. أول ما يلاقي طريق بيحقق شروطه سالك نوعا ما بيدوس بنزين ويتوكل على الله. باري شوارتز بيقول إن القنوعين دول أسعد بكتير في حياتهم، مش عشان هم بيقبلوا بالقليل، لأ، عشان هم عارفين إن محاولة الوصول للأحسن مطلقاً هي مضيعة وقت وحرق الدم. الدرس هنا: دور على الاختيار الجيد بما يكفي مش المثالي. أكبر عدو للقرار الصح هو المراية أو الندم. بعد ما تاخد قرار، اشتريت موبايل معين أو قبلت شغلانة معينة، بتفضل تبص وراك، تصدق الموبايل التاني كان كاميرته أحسن. ده اسمه opportunity cost أو تكلفة الفرصة البديلة. طول ما انت سايق وباصص في المراية على المخرج اللي فوتته هتلبس في الحيطة اللي قدامك. خدها قاعدة في السواقة وفي الحياة: القرار اللي أخدته هو أحسن قرار في لحظتها بالمعطيات اللي كانت معاك. ما تجلدش نفسك بمعلومات عرفتها بعدين. ولو اكتشفت ان الطريق غلط، هنا بيجي دور اليوتيرن. في ناس بتكمل في طريق غلط بس عشان بقالهم سنين فيها، دي اسمها مغالطة التكلفة الغارقة. السواق الشاطر مش بيعاند الخريطة، لو الطريق مسدود بيلف ويرجع، ما بيقولش أصلا أنا حرقت بنزين كتير، البنزين اللي راح راح، المهم اللي جاي. طيب، أعمل إيه المرة الجاية لما تحط في حيرة؟ إليك الروشتة السريعة عشان تسلك الزحمة. 1. قلل اختياراتك بنفسك. لو بتشتري لبس، روح محلين بس مش المول كله. لو بتختار فيلم، حدد أكشن بس. حط قيود لنفسك عشان ترتاح. 2. كن ساتسفايسر. دور على حاجة تغطي احتياجاتك، وأول ما تلاقيها اشتريها وبطل تدور. الرضا هو أقصر طريق للسعادة. 3. اجعل اختياراتك لا رجعة لها. المخ بيرتاح لما يعرف إن مفيش رجوع. لما تشتري حاجة، ارمي الفاتورة وما تفكرش ترجعها. لما تختار شريك حياة، اقفل باب المقارنات. الالتزام بيولد الرضا. الحياة مش مسألة حسابية ليها إجابة واحدة صح والباقي غلط. الحياة طرق كتير، وكل طريق فيه حلاوته وفيه مطباته. المهم إنك تختار طريق
وتدوس بنزين وتستمتع بالرحلة بدل ما تقضي عمرك واقف في الصينية. دي كانت حلقتنا النهاردة في On Road Cast. اختار طريقك وتوكل على الله. سلام.